السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل برواز زي ده، او طبعا ممكن تحط اي صورة تانية جوه البرواز، وممكن تعمل البرواز باي شكل تاني، بس هوريك ممكن تعملها ازاي، وبراحتك طبعا تنفذ بالطريقة اللي انت عاوزها. فخلينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ خليني اقولك اني هكمل على تصميم الأوضة اللي بدأته قبل كده، وهتلاقي على القناة لو حابب تشوف السرير واللحاف دول اتعملوا ازاي هتلاقيهم في فيديو هسيبهولك في الاي اللي فوق دي وفي الديسكريبشن كمان. ولو حابب تشوف كمان الدولاب اتعمل ازاي نفس الكلام هسيبهولك في الاي اللي فوق وفي الديسكريبشن وفي الفيديوهات المقترحه في اخر الفيديو كمان. والفيديو ده هيكون فيديو جديد في قائمه 5 في 5 اللي موجوده على القناه، واللي فيها بنتعلم في كل فيديو حاجه جديده عن بلندر في اقل من 5 دقائق. فخلينا نبدا على طول. بس قبل ما نبدا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعلشان تدعم القناه كمان. ولو ليكوا اي اسئله او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. اول حاجه هحتاج ان انا اعملها هيكون هو شكل البرواز. فانا هروح اعمل اد مش سيركل، وهجيبها بس جي اكس هنا علشان اشوف انا بعمل ايه. وخلينا نعمل ار اكس 90 علشان اعمل لها روتيت على الاكس اكسس 90 درجه، وجي زد عشان ارفعها لفوق، وتاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وهدوس اف علشان اعمل لها فيس بالشكل ده. انا عاوزاه يكون برواز بيضاوي شويه، فهعمل اس زد علشان بس اعمل له سكيل على الزد اكسس، حاجه بسيطه زي كده. وبعدين هدوس تاب عشان ارجع للاوبجكت مود، وكنترول اي وهعمل ابلاي سكيل. بعد كده هرجع تاني تاب عشان ارجع للاديت مود، وانا واقفه على الايدج سيلكت هعمل اي واي عشان اعمل اكسترود على الواي اكسس بس، وهكبره حاجه بسيطه خالص زي كده علشان يكون البرواز. وبعدين هعمل اي عشان اعمل انسات وادخلها لجوه حاجه بسيطه زي كده. وبعدين هعمل اي واي عشان اعمل اكسترود على الواي اكسس واعمل حاجه زي كده، فيكون ده كانه البرواز نفسه، وهنا هيكون الصوره اللي انا حابه ان انا اعملها. بعد كده هرجع تاب على الاوبجكت مود، وهبدا ان انا اضيف الماتيريال بتاعه البرواز ده. فهروح من هنا على الماتيريال بروبرتيز وهعمل نيو، وهختار لون الماتيريال اللي انا عاوزه اعملها. فانا هسيب البرواز ابيض زي ما هو، بس ممكن ان انا اقلل الرفنس شويه، وممكن ازود الميتاليك شويه. فممكن اسيبه ابيض زي ما هو، او ممكن اشوف له لون مثلا يليق على لون الحيطه، او ممكن من هنا اختار ماتيريال من اللي موجودين اصلا. فممكن اختار نفس الماتيريال بتاعه اللحاف، او ممكن اختار نفس الماتيريال بتاعه السرير والدولاب علشان يكون لايق معاهم. بعد كده اخر خطوه هحتاج اعملها علشان اعمل الصوره بتاعتي. فوانا واقفه على البرواز ده هدوس تاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وهتاكد ان انا واقفه على الفيس سيلكت، وهختار الفيس دي، وهزود من هنا من البلس دي نيو ماتيريال، وهعمل اساين. لما بتعمل اساين لنيو ماتيريال بتدي بس الفيس اللي انت مختاره ماتيريال تانية. بعد كده هروح اعمل برضو نيو، ومن هنا هاجي من البيس كولر من الدايره الصغيره اللي جنب اللون دي هدوس عليها وهختار ايمج تكستشر. وبعد كده هدوس open، وهختار الصورة اللي أنا عاوزاها من على البي سي عندي، وهدوس open image. وبعد كده هاجي من هنا وهقسم الشاشة عندي الاتنين بالشكل ده، ومن هنا هروح لليو في editing علشان اشوف انا بعمل ايه. ومن هنا هروح اعمل زوم ان على البرواز علشان اشوف شكله. وتقدر ان انت تيجي على الشريطة اللي فوق دي وتعمل سكرول اب او داون بالماوس، وتخليها على ريندر بريفيو علشان تشوف هنا التطبيق للشكل اللي انت بتعمله. بعد كده وانا واقفة على الفيس دي هدوس يو علشان اعمل انراب، وهعمل سمارت يو في بروجكت، وهدوس اوكي. فهلاقي الفيس اللي انا عاوزاها ظهرت لي هنا. فهروح من هنا على الفيس سيلكت، وهختار الفيس اللي انا عاوزاها، وهبدا اظبطها على الصوره بحيث ان هي تكون مظبوطه عندي. فهبدا اعمل اس اكس بيظبطها حاجه زي كده. لو تاخد بالك هي اصلا معوجه، فخلينا نعمل ار عشان نعمل روتيت. وهبدا اتحكم بنفس الطريقه اللي انا بتحكم فيها في اي حاجه عادي. هعمل اس واي واس اكس وجي علشان احرك بس الفيس من مكانها لنص الصوره، حاجه زي كده. وبعد ما اظبطها تماما بالطريقه اللي انا عاوزاها هاجي من هنا برضو لما الاقي الماوس كيرسر اتغير بالشكل ده هسحب لغايه ما يبقى سهم كده كده لو انا عاوزه الغي الجزء اليمين، وكده لو انا عاوزه الغي الجزء الشمال. فانا عاوزه الغي الجزء الشمال فهعمل كده، وهرجع على الاوبجكت مود، وهيبقى عندي الصوره جوه البرواز بتاعي بالشكل ده.
وطبعا تقدر تتحكم في شكل البرواز زي ما انت عاوز. لو انت مش حابب شكله كده فممكن نروح على الايديت مود ومن الفيس سيلكت نعمل اي عشان نعمل انسات حاجة بسيطة خالص زي كده علشان الشكل ما يبوظش مننا. وممكن نعمل اد موديفاير subdivision surface ونزود الليفلز فيو بورت لاتنين. او طبعا ممكن ان انا ادخل تاب جوه الايديت مود ومن الادج سيلكت وممكن اعمل كنترول ار فهعمل لوب كات كنترول ار وهعمل لوب كات وارجعها لورا بالشكل ده. ودلوقتي لما هرجع على الاوبجكت مود هلاقي ده شكل البرواز اللي عندي. وبالطريقة دي بمنتهى السهولة ممكن تعمل اي صورة عندك على الكمبيوتر في برواز او على الحيطة او باي شكل زي ما انت حابب. وطبعا لو حابب تشوف فيديو تصميم الوردة ده هسيبهولك برضو في الاي اللي فوق دي وفي الديسكريبشن. فبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.